قضية تاريخية، هي واصلة لنا على أساس شنو؟ هي مقدسة، واصلة على أساس مقدسة الآن، لكن من نناقشها موضوعيا ونبحث فيها ونحقق فيها نشوف ترى يجوز لربما ما لها أصل، أو مو هذه الهالة والمبالغة الكثيرة أو الكبيرة. أنت مجرد أنه تطرح موضوعك وتناقش وتحقق في المسألة، راسا سيلجأ الملأ، لا تنسون الملأ، إلى تسقيطك وتشويه سمعتك. يا بحركة فكر، العالم في جهل، هذا الجهل متوارث جيل بعد جيل، يقول لك هو هذا. ولذلك المرجع اليعقوبي دائما يؤكد على هذه القضية، مسألة تجهيل المجتمع ومسألة تدجين المجتمع، أن يكون داجن يعني أليف مو وحشي، وتجهيل المجتمع. ولذلك المجتمع عندما يكون داجن وجاهل يقاد بسرعة أو بسهولة وتسرق أمواله وخيراته وهكذا. لماذا تشكل منابر الجمعة أو منابر الحسين؟ طبعا الواعية والعلمية، وليس كل منبر نقول عليه منبر واعي، اكو منبر يضخ الخرافات والأساطير والكذا والكذا للمجتمع. لا، المنبر الواعي يشكل خطر على الظلمة والمفسدين وأتباعهم ومريديهم، المنبر الواعي. أما هذا بالخرافات وحد، بالعكس هذا هو الطامة الكبرى على الدين. ولذلك الضحية الأولى هي الحقيقة والموضوعية، تختفي الحقيقة ويختفي الموضوعية في البحث، لأن التعاطي ستشكل عائقا وسدا منيعا أمام حركة البحث الموضوعي الجاد والهادف. لأن العقل المسكون بمن؟ بالمقدس، مغلغلين بيه المقدس، معشعش بيه منو؟ المقدس. يا أخي ابحث البحث العلمي، يا أخي خلي حركة من ألف إلى باء في ذهنك عندما تناقش مسألة أو عندما يعرض عليك مسألة، لا تسلموا تسليما، ما يصير. لأن هذا المتغلغل بداخلك بقلبك بعقلك مقدس، هذا قابع، هذا يشكل لك فد مانع جدا كبير عن التكامل، ما تتكامل. لأن العقل المسكون بالمقدس لا يقرأ الوقائع كما هي، فهالة المقدس تحجبه عن بلوغ الحقيقة، كما أنه لا يقرأ النص بطريقة سوية، بل بطريقة مزاجية انتقائية تحافظ على المقدس في الاستشهاد بالنصوص، ليختار منها ما يتلائم مع أفكاره ويغض الطرف عن بقيته. فالتقديس المبالغ فيه يؤشر إلى انحصار دور العقل. أنتم كيفكم بعد؟